الله يا سادة من الرحمن يغشاكم فلا خيبتم ظني فهشاكم وحاشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم سعدنا إذ آتيناكم وفزنا حين زرناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم سلام الله يا سادة من لما أتيناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم التحيات البركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا خيرة الله. السلام عليكم يا صفات الله. السلام عليكم يا قرة عين رسول الله. السلام عليكم يا أحبابي رسول الله. السلام عليكم يا من له مقام عالي عند الله. السلام عليكم يا أهل معرفة بالله. السلام عليكم يا أهل الاستقامة. السلام عليكم يا أهل القلوب السليمة. السلام عليكم يا أهل الكرامة. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل القبور وآتاكم ما توعدون. أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاهقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله. من أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم لا إله إلا الله؟ يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اجعلنا يا الله ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وأصحابنا وطلابنا وتلامذاتنا وذرياتنا وغرباتنا ومن أحسن إلينا ومن حضر معنا خاصة ومن غاب عنا ومن أوصانا بالدعاء جعلنا وإياهم من خواص أهل لا إله إلا الله. واحشرنا وإياهم في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البالية والعظام الناخرة والشعور المتمزقة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة.
أدخل اللهم عليهم روحا منك وسلاما منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله منكم المتقدمين والمتأخرين، آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وكتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم، واجمعنا وإياكم في مستقر رحمته يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم، يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم، يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. اللهم إنا وقفنا في مشاهد هؤلاء أوليائك، ولنا حاجات يا الله، ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمل عملناها، ونسألك اللهم أن تقضي لنا الحاجات وتعجل لنا بالمطالب وتبلغنا جميع المقاصد والآمال، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات، إنك على كل شيء قدير. Amin. Fadhal ikhwan, kita duduk pada para syiban, para amam, asatizah untuk silakan naik ke atas. Ikhwan juga boleh naik ke atas, isi sebagian sebelah kanan. Bismillah, masyaallah ahbab rahimakumullah. Malam hari ini kita akan tetap berziarah dengan bacaan Yasin tahlil, dan kita akan mengambil kesempatan yang Allah berikan kepada kita malam mustajab di doa. Insyaallah kita akan mengulangi sebagian munajat yang ada di kitab Bab Fathul Wisal yang tadi kita baca Bainal Isya'ain. Insyaallah akan kita baca sebagian dari mulai Asmaul Husna dan munajat-munajat. Setelah itu nanti untuk qasidah mudhari'nya kita ganti dengan qasidah Ya Arhamar Rahimin dan Ya Tawwab tub alaina insyaallah. Kemudian kita juga akan bersama-sama insyaallah membaca istighfar Rajab yang disusun atau ditulis oleh Al-Imam Al-Arabillah Al-Habib Hasan bin Imam Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad insyaallah taala. Bagian yang membawa kitab Fathul Wisal mungkin bisa dibagi ke sekarang. Kitab Fathul Wisal mana bagian? Tolong dibantu biar dibagikan. Bagi mana? La ilaha illallah. Al-Fatihah wa Yasin wa Tahlil wa Tasbih wa Tahmid wa Salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tayassar min du'a wal adhkar. نهديها نقدم ثابت القرى إلى رسولنا شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولى من قرون المشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا سادة الأمر من أهل المعلى والبقية أهل الزنبة والفريد وأقدر أجمعين وأهل حضرموت كلهم أجمعين ثم إلى أرواح كافة المعارف كتب النافعة مسنف كتب النافعة مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب أنظمة صلوات دعوات مناجات كلهم أجمعين خصوصا لقرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعوتهم ونجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيام في أوقاتنا ثم إلى أرواح كافة أولى مقربهم ذكر شيخنا من فاتح الجامعة كلهم أجمعين أصولهم وفرهم مشايخهم وأقرانهم أصحاب أحباب طلاب ترمذهم جميعا ثم إلى أرواح كافة أولى من أهل هذا البلد أهل بالمبان دار السلام كلهم أجمعين خصوصا هؤلاء الرجال أولياء أصفيائك هؤلاء أهل القبر في هذا المقام كم بنكتي ومن حوله أصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم برحمته أن الله يبارك لكم في هذه الليلة المباركة في هذه الساعة الجمعة زيارة مباركة أن لكم من الفائزين مقبولين مغفورين مرحومين محفوظين رزقنا وإياكم نظر خاصة إلى خاصة من أخصائب تعالينا عليكم فتوى العارف البقين في الدين نبينا يا ربنا بهذه الزيارة بما نواب آباؤنا وأصلافنا الصالحون لا سيما في هذه الليلة المباركة أول شهر رجاب ناجد إليك كما نويت هؤلاء بارك بالصالحين الذين كن صالحا وما ونوى صالح جالبا كل خير دابة كل شر لنا ولكم جميعا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر لهم الفاتحة وياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على العرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهدرنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله هي الموجود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله حي دائم لا يموت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليه نحيا وعليها نمون بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 وبحمده سبحان الله 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 العظيم يا الله 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 يا سر الفاتحة سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل واوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ما حللناه من لا إله إلا الله سبحانه وبحمده ما قلناه يا الله ما استغفرنا ما صلينا وسلمنا على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة في هذا المقام المبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة ورحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة نهديها نقدم ثواب هذه القراءة إلى رسولنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولياء من أهل المعنى والبكي وأهل الذنب والفرد والقدر أجمعين وأهل حضر الموت كلهم أجمعين خصوصا سيدنا مولانا مهاجر الله بن سعيد الله مستنس العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي وسن علوي الفقيه سيدنا بالفقيه أخوان أجمعين وصولهم سيدنا مولانا صلى الله عليه وسلم المقدم ثاني عبد الرحمن السكاب محمد مولد بلا وصول وفرهم وجميع ساداتنا علي أبي ألوي ثم إلى رسول بركاتنا ابن أبي بكر سكران بن مختار البكر سبطول الأكبر ابن عبد الرحمن البكش بن أحمد شيخ الدين وحبيب أحمد بن الجحداب فخر الوجود ميلان شبكم سالم بن سالم قطب الأنفاس حبيب محمد رحمه الله طاشر البارس قطب الرسال وخطيبات بن عبد الله بن محمد الحداد وأصول وفر جميع ساداتنا علي أبي ألوي ثم إلى أرواح كافة المعالم كتب النافية مصنف كتب النافية مصنف كتب النافية مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب منزوما صلوات دعوات ونجاد كلهم أجمعين سوسا لقرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم ونجدهم في معهدنا في مجلسنا في أيام في أوقاتنا ثم إلى أرواح كافة أولئك من أهل هذه البلد أهل بالembang دار السلام كلهم أجمعين سوسا سادتنا وآباؤنا وأجدادنا المقبورين مدفون في هذه التربة المباركة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة خصوصا سيد محمد بن عباس المنور أوصل اللهم ثواب الحبيب أقيل بن عبد الرحمن بن أقيل ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله يطلع على بين أيديهم اللهم اجعله بكاء لهم من النار وحجابا لهم من النار ستر لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ادخل في قبورهم روحهم والريحان والبشارة والآمن وفجة الرضوان واجعل يا ربنا قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل خفرا من خفرات النيران اللهم اعود علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربي فانفعنا واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ikhwan, mengambil keberkahan dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW bahwasanya ini malam pertama bulan Rajab adalah malam yang mustajab di doa. Maka kita berhajat untuk diri kita dan untuk umat Rasulullah SAW. Mari kita buka kitab Fathul Wisol yang ada di tangan antum. Kita tidak ngambil dari depan tapi ngambil dari, kalau di sini halamannya halaman 14. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ayat, ya, setelah ayat lembaran dapat insyaallah nanti ketika kita sama-sama mengucapkan ya Allah, mari masing-masing bermunajat kepada Allah sembari mengucap ya Allah, sembari minta hajat antum. Dan juga kita jangan lupakan untuk umat Rasulullah, untuk saudara kita dimanapun mereka berada, baik yang ada di ujung Sumatera, di Jawa, di belahan bumi
di mana mereka yang tertindas oleh orang-orang kafir ataupun yang terzalimi oleh diri mereka sendiri dengan kemaksiatan dan kelalaian. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi kulli syai'in qadir. La ilaha illallah asmaul husna. Sabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامة وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل البلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. يا الله يا الله يا الله الله يا 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 الله Ya Allah, minta ampunan kepada Allah untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk anak istri kita. Di bulan Rajab yang penuh berkah, mohonlah ampun. Rasul mengatakan pada malam awal Rajab mustajab doa. Yakinkan ya ikhwan, minta kepada Allah agar dimantapkan iman. Ya Allah, 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 mereka diberikan ya hidayah dan taufik. Ya Allah, 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 ya Allah. Doakan guru-guru kita, doakan masyayikh kita, doakan ulama kita, dan mereka dijauhkan dari fitnah, dari segala keburukan, dan mereka terus membimbing kita dengan keikhlasan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, sembuhkan Ya penyakit kami, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ishfi ya mardana khususan man Allah, awsana bil ya shifa Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya صفي قلوبنا Allah, تهب بمحسن ya أخلاقنا Allah, وارزقنا ya الاستقامة يا الله يا Allah, بر يا
بالحق يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Terus berminta ya Allah, minta ampun ya ikhwan atas dosa-dosa kita. Malam ini berkah kita duduk di makam aulia Allah. Yakin keberkahan itu bertambah, ijabah doa bertambah, berkat aulia Allah, berkat salihin, berkat baginda Rasulullah, berkat malam awal Rajab. Ya Allah, ighfir lana dhunubana, kaffir anna sayyi'atina. Allah ihfaz warham masyayikhana, ulama'una, والدينا وأصحابنا وأزواجنا وذريتنا وأصحابنا. زقنا التقوى من الاستقامة عند الجيل الندم يوم القيامة. لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Minta kepada Allah agar engkau diizinkan untuk berziarah kepada Rasulullah, berkat ziarah kepada aulia Allah. Ya Allah, berkat ziarah kami kepada para awliya-Mu, izinkan kami semua untuk ziarah kepada kekasih-Mu Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna kamalan mutabatan lahu dhahan batinan wa aslih niyatul jamil awalina wa qadi hajana farrid karbana wa hammana wa ghammana. Ya Allah, irham ikhwanna fi ajah ikhwanna, hamlana fi madan ikhwanna fi madan wa min awalih. رحمنا ورحمنا وفرنا وفرنا وفرد كربنا كربهم عمنا وهم ومنا غير فرنا شأن علم. يا الله 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 يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور.
صل وسلم في كل لحظة أبدا بعدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بإهلاك أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبته لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت يا كاسي العظام لحما منشرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيما تهل المحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدنيا والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهرا وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. Ikhwan buka doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Allahumma ya azim sultan di belakang. Ikhwan kita lagi bermunajat, jangan ngobrol antum. Apakah ucapan antum lebih mulia dari ucapan para aulia? Itu orang terhijab seperti itu. Orang bermunajat di malam berkah di kuburan aulia, dia kelakar ngobrol. Menyedihkan itu orang.
Ghafil. Waktu seperti ini belum tentu antum dapatkan lagi, ikhwan. Antum didatangkan Allah ke tempat ini bukan untuk sia-sia. Jangan ngerasa kita hebat, bukan kelakar ngobrol. Kita semua butuh keberkahan aulia, butuh keberkahan ini malam. Halaman 51. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim sultan, ya qadim al-ihsan, ya daim al-ni'am, ya kathir al-jud, ya wasi' al-'ata, ya khafi al-lutfi, ya jamil al-san'i, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim warda 'anis sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka ar-riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulla asir فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين. يا الله ربك فينا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شمله يا ربي فرج جمعهم يا ربي قلل عداهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رامد بكافها يا عين صاد بالحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ما
وماكر وخائن وغدير وعائن وساحر وشر كل المؤمنين يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعايب وحاسد وشامت يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بسترك جميل يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفعول وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض ما ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة لا يا صاح يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتجار ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة وكن صابر وشاكر يا الله بنظرة تكن فائز وظافر يا الله بنظرة ومن أهل السرائر ألا يا الله بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة وذي دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة ولا يحرص عليها سوى الأعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكار ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة تفكر في فناء ألا يا الله
بنظرة وفي كثرة عناها ألا يا الله بنظرة وفي قلة غناها ألا يا الله بنظرة طوبى ثم طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمال. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. ألا يا عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي كان نازل. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. أنا في المرابع وعمسى سفر راحل وأمسى القلب والبال من بعده مكدر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. ولكن حسبي الله ألا يا الله بنظرة وكل الأمر لله. ألا يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله. ألا يا الله بنظرة ألا بشار جادت سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب بقلب نازلون. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. منهم في سرائر فؤادي قاطنون بساحة تربها من ذكي المسك أعطار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. منازل خير سادا ألا يا الله بكل بنظرة الناس قادا. ألا يا الله بنظرة محبتهم سعادة. ألا يا الله بنظرة ألا يا بخت من زارهم بالصدق وانذر إليهم معتني كل مطلوبه تيسر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا سامحنا فيما جنينا سامحنا فيما جنينا. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا
وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا لا اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد هل قلبي من هموم واستغال يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قدير وأرث سري وقلبي من نضاها والشواذي يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى اللهم صل وسلم الله عليه على محمد
sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Masyaallah, barakallahu. Malam ini kita jadikan adalah malam munajat, malam ittihal kita kepada Allah, mengambil keberkahan, kemuliaan malam awal Rajab dan juga keberadaan kita di tempat yang teramat sangat mulia di pemakaman aulia Allah. Maka kita akan memperbanyak doa untuk kita, keluarga kita, untuk umat Rasulullah SAW. Dan pada kesempatan ini kita akan membaca istighfar Rajab secara bersama-sama. Yang istighfar Rajab ini ditulis oleh Imam Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad, putra daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kita baca bareng-bareng, ditalkinkan ya. InsyaAllah ini lembah kitabnya silakan dikumpulkan lagi. Kitab tadi tolong dikumpulkan lagi. Kitab tadi dikumpulkan lagi. Dan ini tolong dibagikan. Saling ngoper. Nanti kertas istighfar ini pun dikumpulkan lagi. InsyaAllah semuanya bisa pegang satu-satu. Nanti setelah kita baca munajat ini, kita baca bareng-bareng qasidah Ya Arhamar Rahimin, InsyaAllah untuk umat Rasulullah, untuk kita semua. Tolong saling ngoper, dipercepat. Sudah semua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أستغفر الله وأتوب إلى الله مما يكره الله قولا وفعلا وخاطرا وباطنا وظاهرا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إني أستغفرك بما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير أستغفر الله بالجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام أستغفر الله
الله للذنوب كلها للذنوب كلها سرها وجهرها وصغيرها وكبيرها وقديمها وجديدها وأولها وآخرها وظاهرها وباطنها وأتوب إليه اللهم أستغفرك من ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم فخالطه ما ليس لك فيه الرضا وأستغفرك لما وعدتك به من نفسي ثم أخلفتك فيه أستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل الرخص مما اشتبه علي وهو عندك حرام وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت يا عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظر إلي إذا ارتكبتها وأتيت بها من العصيان فأتوب إليك يا حليم يا كريم يا رحيم وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فتقويت بها على معصيتك وأستغفرك من الذنوب التي لا يعرفها أحد غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسعها إلا حلمك ولا ينجيني منها إلا عفوك وأستغفرك لكل يمين سلفت مني فحنثت فيها وأنا عندك مؤاخذ بها وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي اغفر لي وارحم وأنت خير الراحمين أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا وأنا معاقب بها وأستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا أو قلة مبالاة بها وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك سبحانك يا رب العالمين لك الملك ولك الحمد وأنت حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جابر كل كسير ويا مونس كل وحيد ويا صاحب كل غريب ويا ميسر كل عسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير وأنت على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصلي عليه اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على تربة سيدنا محمد في التراب اللهم صل على تربة سيدنا محمد في التراب اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على صورة سيدنا محمد في الصور اللهم صل على صورة سيدنا محمد في الصور اللهم صل على اسم سيدنا محمد في الأسماء اللهم صل على اسم سيدنا محمد في الأسماء
Baca bareng-bareng. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Pada lembarnya dikumpulkan, mari kita baca Sayyidul Istighfar lalu sambung dengan Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta rabbi اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب 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 اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني تب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي حمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي حمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني تب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني تب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني تب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي حمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني
علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني تب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني تب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي. Mari kita beristighfar untuk orang tua kita ikhwan. Setelah itu kita istighfar untuk mukminin wal mukminat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani صغيرا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني 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 صغيرا. ربي اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين مؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. 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 المؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين 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 والمؤمنات.
أستغفر الله المؤمنين والمؤمنات أستغفر الله المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله ثم الحمد لله. Asamin Allah qabul. Allahumma hadha minka bika ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ikhwani rahimakumullah, kita hanya mampu baru ngambil sebagian daripada waktu yang berkah ini, dan insyaallah bubar kita nanti dari tempat ini kita teruskan masing-masing bermunajat pada Allah, berhajat pada Allah untuk diri kita, untuk anak keturunan kita, untuk istri kita, keluarga kita, dan terutama untuk kedua orang tua kita dan untuk umat Rasulullah. Teruslah kita bermunajat, karena sekarang baru jam 9:30 atau belum capai jam 10, masih ada waktu cukup panjang sampai subuh. Rasulullah mengatakan bahwasanya malam awal Rajab termasuk khamsul layalin la turaddu fihinna doa, malam yang tidak tertolak doa, artinya mustajab malam hari ini. Maka mari kita teruskan bermunajat kepada Allah, berminta kepada Allah. Mintalah apa yang engkau minta, jangan ngukur dengan dirimu, tapi ukurlah dengan kehebatan, kekayaan, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang kita harapkan dan kita sangat butuh adalah ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, ridwan Allah. Kita pengen dekat dengan Rasulullah, kita pengen dapat pandangan khusus dari Allah, dekat dengan para aulia Allah. Ini malam mustajab ikhwan. Jangan kita ngerasa putus asa. Bermintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Rasulullah, dengan berkat aulia Allah, dengan berkat malam yang penuh berkah ini. Dan doalah untuk saudaramu, maka insyaallah malaikat akan mendoakan kita dengan mengatakan walaka mithlu dzalik. Masyaallah ahbab rahimakumullah, bulan Rajab bulan taubat. Saya nasihatkan untuk diri kami dan wasiatkan diri kami. Kita sudah mulai dari maghrib malam pertama Rajab ini, insyaallah tidak ada lecet dengan dosa. Kita jaga dengan taat demi taat, dan terus ikhwan jaga. Kita kan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Buktikan keberkahan itu ada. Dengan apa? Kita lebih konsekuen menjalankan sunnah Rasulullah. Kita lebih konsekuen bersungguh-sungguh untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, menjauhkan diri kita dari maksiat, dan bersungguh-sungguh untuk lebih banyak taat. Memperbanyak secara kualitas kuantitas ibadah kita. Yang tidak pernah ngaji Quran, mulai persiapan menyambut Ramadan. Doa itu mengajarkan kita untuk persiapan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Tidak disebut wa Ramadan, tapi wa ballighna Ramadan. Artinya Rajab Sya'ban ini menjadi persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Perbanyak istighfar, perbanyak munajat kepada Allah. Dan mari perbuatan amal baik kita hidupkan yang mungkin sudah lepas, terutama tilawatil Quran. Di bulan ini perbanyak istighfar. Tapi apalah minta maaf ikhwan, kita malam beristighfar, subuh istighfar, tapi maksiat tetap jalan. Maaf, dan ini tidak salah dan tidak berlebihan. Seandainya antum tidak istighfar tapi antum meninggalkan maksiat, itu lebih dicintai Allah ketimbang kita terus maksiat dan kita istighfar. Dan alangkah indahnya kalau kita beristighfar dan kita pun meninggalkan kemaksiatan, maksiat apapun itu, terutama yang ada sama antum masing-masing, HP itu. Jangan sampai merusak hubungan kita dengan Allah, merusak hubungan kita dengan Rasulullah, merusak hubungan kita dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ajak anak istri kita untuk menjaga ini bulan, kebersihan, kesucian bulan ini, karena disebut Asyhurul Hurum, karena Allah mengharamkan lebih untuk hamba jangan bermaksiat kepada Allah, jangan berbuat zalim, baik zalim kepada orang lain ataupun zalim kepada dirinya sendiri. Bukan hanya bulan Asyhurul Hurum, tentu sepanjang hidup kita Allah tidak menginginkan kita bermaksiat, namun di Asyhurul Hurum lebih berat hukumannya, lebih berat efek buruknya kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kejar. Kita telah mulai alhamdulillah dengan izin Allah malam hari ini bertepatan malam awal Rajab, kita zikir ziarah. Mari sekali lagi nasihat untuk diri kami kita semua, nanti selesai dari majelis ini jaga lisan kita, jangan ngomong yang tidak manfaat, apalagi ngomong yang bernilai dosa. Jaga pandangan kita, jaga pendengaran kita, jaga tangan kaki kita. Pastikan kita buka lembaran ini sudah bersih ikhwan, jaga sampai besok, sampai seterusnya. Dan minta sama Allah untuk istiqamah dalam segala taat. Mari kita berusaha menyenangkan si Rasulullah. InsyaAllah kita semangat untuk mungkin yang selama ini belum istiqamah subuh berjamaah,
Insya Allah kita keluar. Antum mampu datang ke ini tempat ikhwan, jauh mungkin dari rumah antum, musola cuma jarak 50 meter, 100 meter, bahkan ada yang lebih dekat dari situ. Madak ke kita tidak mampu untuk sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita malam ini bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menggembirakan hati Rasulullah dengan kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Sekali lagi kita 2 bulan ini adalah tujuan untuk mencapai Ramadan agar kita benar-benar bisa menjadi hamba Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri dari maksiat, dari kelalaian, dari kezaliman zahiran wa batinan, dan tanamkan dan tambah terus ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meridai pertemuan kita pada malam hari ini, dan insyaallah hari-hari seterusnya terus tambah kebaikan dan bertambah jauh dari kelalaian dan dosa insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Mungkin insyaallah kita bakal ada 1 kali pertemuan zikir ziarah di semua tempat. Ya, jadwal zikir ziarah kita di 4 tempat aulia, di Kiai Marogan, di Dato Agil, di Telaga Swidak, dan tempat insyaallah masih ada 1 kali lagi di bulan Rajab dan di awal bulan Sya'ban insyaallah. Sebagian akan kita gabung dengan rangkaian peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pembukaan iftitah rangkaian Isra Mi'raj dengan pembacaan kitab I'tibarul lil Absar, ya, dibuka di tempat ini insyaallah taala. Mungkin ini saja info dari kami, mudah-mudahan kita bisa mengambil keberkahan dari bulan ini dan kita tidak ikut-ikutan terlalaikan dengan penghujung tahun. Ya, kita sudah sering dan sangat sering, mungkin tidak perlu dinasihati lagi. Kita sudah jelas-jelas tahu yang mana yang baik, yang mana buruk. Untuk menyambut tahun baruan bukanlah kita bagiannya. Itu milik orang kafir, bukan milik kita umat Rasulullah. Ya, cukuplah kalau hati yang terang, pikiran yang cerdas, otak yang waras. Alangkah tidak pantasnya kita jingkrak-jingkrak, apalagi sampai tabuh percon, tabuh trompet, sementara saudara kita yang kebanyakan mereka muslimun sampai saat ini masih merintih, masih menangis di ujung Sumatera sana ikhwan, belum lagi di belahan Jawa sana. Ya, kita selamat, nyaman, aman, alhamdulillah. Wallah, tidak pantas. Ya, sangat-sangat tidak pantas kalau kita nak jingkrak-jingkrak, senang-senang, ya, ngadakan acara-acara. Tidak. Malam tahun baru tidak ada haflah yang sifatnya melalaikan. Kalaupun kita mau kumpul bermunajat seperti yang kita lakukan malam ini, itu sesuatu yang baik. Tapi jangan sampai membuat kita terlambat subuh. Ya, begadang sampai lewat jam 12, jam 1 subuh kita lewat. Nah, jangan sampai. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jaga umat Rasulullah dari segala kelalaian, dari bala dan musibah, dan kita jadikan Allah sebab daripada turunnya rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faj'al mujtamana ghayatu husnul khitami watina ma qad sa'alna min ataya kal jisami. Sallu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
بلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Ikhwan Fadhal bikin halaqah, satu halaqah 4 orang, ada cucian tangan, dulukan masuk. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala al-mukhtar taha rasul Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala al-mukhtar طه الرسول على فينا باب